السلام عليكم ورمضان مبارك سعيد. نلتقي في هذه الحلقة الثانية للاستمرار في الحديث عن كتاب محمد السادس اللغز لكاتبه الصحافي الفرنسي تييري أوبرلي. من بين المحاور التي يتحدث عنها هذا الكتاب قضية الإسلاميين في المغرب وحزب العدالة والتنمية بوجه خاص، حزب المشاركة السياسية. يقول تييري أوبرلي بأن الانتخابات التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كاسحا سنة 2011 تعود بشكل خاص، أو يعود الفضل فيها إلى حركة 20 فبراير وأجواء الربيع العربي. وينقل بأن الملك محمد السادس وقتها قال للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي، قال الملك: إذا فاز الإسلاميون سوف أعين أحدهم وزيرا أول. كان ذلك قبل المصادقة على الدستور الجديد. وقال الملك لساركوزي: يجب أن ندفعهم إلى الانخراط أو إلى مواجهة الواقع بدل أن نجعل منهم شهداء باعتقالهم. ينقل تييري أوبرلي هذا الكلام. ثم يقول بأن حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016 حصل أيضا على الرتبة الأولى في الانتخابات. وحاول عبد الإله بن كيران، أو كان يتوهم بأنه يمكن أن يقود الحكومة مرة ثانية لمدة 5 سنوات أخرى، لكن ابن كيران كان مخطئا. يقول أوبرلي كان مخطئا لأن هناك شخصا خرج لمواجهته، هو الملياردير عزيز أخنوش الذي كان وزيرا للفلاحة آنذاك. ويقول أوبرلي بأن عزيز أخنوش من المقربين إلى القصر وصديق مقرب لفؤاد عالي الهمة، الرجل الثاني في الدولة. يقول أوبرلي بأن عبد الله بن كيران تم إقصاؤه وجيء بسعد الدين العثماني. ويقول أيضا بأن بن كيران كان يمثل الإسلامي لايت، يعني الإسلامي الظريف أو الخفيف أو الهش المقبول. فتم إخصاؤه وجيء بالعثماني الذي كان يمثل الإسلامي ألترا لايت، يعني الأكثر خفة والأكثر هشاشة والأكثر ظرافة. وفي انتخابات سبتمبر 2022 مني حزب العدالة والتنمية بهزيمة ساحقة، حيث تراجع داخل مجلس النواب من 125 مقعدا إلى 12 مقعدا، من دون أن ننسى الإشارة إلى أن الكاتب الصحفي يضع علامة تعجب أمام هذه العبارة: التراجع من 125 مقعدا إلى 12 مقعدا. ويقول بأن الحزب خسر أكثر من ربع ناخبيه. هنا يشير تييري أوبرلي بأن المدير العام للإذاعة والتلفزة المغربية فيصل العريشي أصر له بأن الإسلاميين العدالة والتنمية يريدون التوغل داخل مؤسسات الدولة، ولكنهم لا يملكون يعني لاماس كريتيك، بمعنى القدرات أو الكفاءات الكافية لاختراق أجهزة الدولة. ثم يقول أوبرلي أيضا بأن حزب العدالة والتنمية بالرغم من أنه خسر الانتخابات بشكل كبير جدا في سبتمبر 2022، إلا أن الإسلاميين في المغرب، يقول أوبرلي، لم يقولوا كلمتهم الأخيرة بعد. يصدر على هذه العبارة أن الحركة الإسلامية في المغرب
لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، وبالتالي فهي تتراجع عندما يدعو الأمر إلى التراجع، ثم تتقدم بأشرعة واسعة، أو يعني تسبح بأشرعة مطلقة عندما تكون الرياح مناسبة لها. ونكتفي بهذه الإشارة في الكتاب على أساس أن نعود إلى بعض المضامين الأخرى التي يكشف عنها أوبرلي في هذا الكتاب محمد السادس، اللغز. وإلى اللقاء.